ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشين كتير. تعالوا بقى نشوف الكندي الجميل ده. عملناه بمكونات سهله وبسيطه، كلنا بنرميها في الزباله. والله بنرميها في الزباله. هي ايه يا شيف بسمة؟ قولنا بسرعه. طب بصوا بقى، تعالوا نبدا كده الوصفه بتاعتنا ونشوف الجمال والعظمه ده عملناها ازاي. بنجيب يا جماعه قشر بطيخ. بس الاول زعلانه منكم عشان ما فيش تفاعل خالص. بنجيب قشر البطيخ زي ما انتم شايفين طبعا قدامكم. في طعمه انا والله حبيته اكتر من ولادي. في مطه كده وجميل وطعمه وحامض كده وحلو. بصوا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط والله العظيم. وحاجه صحيه وبيتي وجميله كده، وحاجه انتوا شايفين انتوا تعملوها ازاي. هنجيب قشر البطيخه ونقشر القشره الخضراء اللي فيها دي، مش عايزينها. احنا عايزين الطبقه اللي هي البيضه بسيط شويه جوه. بنقطعها شرايح ما تكونش تخينه قوي. ماشي، هنقطعها زي ما واضح قدامكم في الفيديو كده. تمام. ونمشي على الخطوات عشان تاخدوا احلى كاندي وتدعوا لي والله العظيم بجد اولادكم هيعشقوا. بصوا ما عادش هترموش البطيخ في الزباله تاني. هنقطعه بالشكل ده كده، وهناخد الكميه بتاعتنا نجيبها كده نحطها في حله حلوه ونغسلها زي ما هتشوفوا دلوقتي. تمام كده، حطينا في الحله اهوت كل القشر البطيخ اللي انا عملته. وهمسكه اغسله كويس، وهجيب صينيه واحط فيها ميه واحطه في الصينيه واسيبه يغلي لمده ربع ساعه لعند ما يستوي تماما كده ويكون شفاف زي ما يكون واضح قدامكم في الفيديو. هنسيبه كده يغلي لمده ربع ساعه على النار لعند ما يستوي معانا البطيخ ويكون شفاف كده. تمام كده، زي ما انتم شايفين. بص بيغلي خالص اهو، ما شاء الله اللهم بارك. واضح من لونه يعني كده اصلا خلاص استوى. هنبدا بقى نشيله من الميه ديت ونصفيه كويس. وبعد ما بنصفيه من المية بقى هنشوف هنعمل الخطوات بتاعتنا ايه. تمام هنا كده واحنا بنصفيه. تمام كده، هنشيله كله من المية كويس جدا. هنجيب كوباية الا ربع بسيط كده من المية، عليها معلقتين من السكر، اي نوع سكر تحبوه. وهنحط عليها باكت من جيلي الفراولة، اي نوع جيلي برضو انتوا بتحبوه. وذرة بسيطة جدا ملح ليمون، ونقدر نستبدلها بعصرة نص ليمونة. يعني لو مش متوفر عندنا ملح الليمون او مش بنحب ملح الليمون، نقدر نستبدلها بعصرة نص ليمونة زي ما انتم شايفين. بصوا حاجة على طرف المعلقة، يعني ما بحطش كتير علشان صحة اولادنا. وهنقلب الخليط ده كله كويس كده، وهننزل عليه بكوباية من قشر البطيخ. ايوه كوباية زي ما انتم سامعين. يبقى حطينا كوباية الا ربع مية، هنحط كوباية قشر بطيخ اللي احنا سلقناه. وهنقلب المكونات دي كويس جدا لعند ما الخليط كده يشرب من الجيلي كده وياخد طعم الجيلي فيه، ويفضل يغلي على النار كده ونسيبوه لحد ما الجيلي يعني الكاندي يشرب الجيلي اللي هو قشر البطيخ يشرب الجيلي. وتلاقوا ما عادش فيه اصلا، يعني قرب يخلص خالص. هنبدأ نشيله ونحطه على ورق زبدة. ويستحسن ان احنا ندهن ورق الزبدة زيت بسيط، يكون ريحته كويسة، ما يكونش مش كويس. زي ما واضح قدامكم بيغلي خالص. تمام كده، هنسيبوه على نار هادية كده لحد ما يشرب الجيلي ده. ما يكونش فيه اصلا جيلي، يكون خلاص الجيلي ده خلص خالص معاه. يعني شايفين ما شاء الله عمال يغلي على النار. هو ما بيتمش دقايق اصلا يعني. بصوا زي ما شايفين كده خلاص بقى نبدأ نشيله ونحطه على ورق الزبدة اهو. هنفردوه كده ونسيبوه يوم كامل في الهواء. اهم حاجة يكون مكان فيه هواء. ونبدأ ناكله تاني يوم بألف هنا وصحة على قلبكم. نعمل بقى اي طعم احنا عايزينه، جيلو اخضر، جيلو بالمشمش. انا عملت فراولة ومشمش دلات متوفرين في السوق، تقدروا بقى تعملوا انتوا. ونبدأ عملنا نفس الخطوات. المية وحطينا معلقتين من السكر، حاجة بسيطة جدا من ملح الليمون وجيلي برضو نفس الخطوات. ونشيلوه نحطوه في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، ونسيبوه في الهواء كامل لمدة يوم. ودي بتكون النتيجة بتاعته. كانت روعة روعة زي ما انتوا شايفين كده، وفي مطة وطعمه جميل جدا، مسكر قوي ولا هو حادق. في مزازة كده بتاعت الكاندي، طعمه خطير جدا. صدقوني اللي هتجربوه هتدعولي. وداعا انك ترموا قشر البطيخ تاني في الزبالة. خلاص من هنا ورايح الشيف مش هنرميه تاني. هنستغل كل حاجة في البطيخ.